ازيكم يا صحابي؟ النهارده احنا هنفتح لعبة جديدة بنركب فيها الحتت ونلونها. انتوا لو عايزين تلونوا في حاجة برضو زيي، انتوا مش لازم تبقى عندكم نفس اللعبة دي. انتوا ممكن تجيبوا ورقة او ماما وبابا يجيب لكم كتاب تلوين. يلا نفتح. I've got a toy and I'm gonna open it. So if you don't have to have the same toy. You can have any other toy. Like you can have a coloring book or any piece of paper. فدلوقتي احنا هنفتحها. دلوقتي انا هوريكم الالوان اللي انا هلون بيها. هقولها بالعربي والانجليزي. احمر red، احمر red. اورنج برتقالي، اورنج برتقالي. يلو اصفر، يلو اصفر. جرين اخضر، جرين اخضر. بلو ازرق، بلو ازرق. purple بنفسجي، purple بنفسجي. brown بني، brown بني، brown. دلوقتي انا هبتدي الون. انا اول حاجة هستخدم الاخضر بتاعي والون. فشايفين الحتة دي؟ احنا لازم نخلي خطنا جوه اللاينز اللي هي الخطوط. فدلوقتي احنا هنلون الشجر. باي. قربوا جربوا اجمعوا اسمعوا، هنحكي نقول كان يا مكان. احلى حكاية عن جزيرة موجودة في ابعد مكان، فيها بنكبر ونتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى. مصر توبيا فيها من الكائنات كتير، فيها برضو بحر كبير، فيها ثعلب وغزالة، فيها أفيال وكمان حمار. فيها بنكبر وبنتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى. مصر توبيا أحلى حاجة في جزيرتنا، حبيبي خليها بيتنا، نقبل بعض وإيد في إيد. مصر توبيا الكل سعيد، فيها بنكبر وبنتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى. مصر توبيا. ياه، أنا عمري ما وصلت للغابة بالسرعة دي يا سعدون. أشكرك. العفو، بس أنا عندي سؤال. اسأل. إحنا إيه اللي جابنا هنا؟ أنت لحقت تنسى؟ إحنا جينا علشان نجيب ورق من شجرة الزان، علشان نكتب الحاجات المهمة اللي أنت عايز تفتكرها قبل ما تروح من دماغك. افتكرت. يلا بقى، إحنا مستنيين إيه؟ حالا حالا حالا. أنا فعلا لازم أخد اللي أنا عايزه وأخلص قبل ما تنسى طريق البيت. أنسى الطريق؟ أنت بتهزر. أنت نسيت إن أنا حمار ولا إيه؟ أنا ذاكرتي الجغرافية لا يعلى عليها. عايزين ايه من هنا؟ ارحلوا في الحال، وإلا هيجرى لكم اللي ما وردش على بال. تحلم؟ ايه الاداء الاوفر ده يا تحلم؟ انت فاكر نفسك في الف ليله وليله ولا ايه؟ انا تعبان والمفروض تخافوا مني. وليه نخاف منك واحنا عايشين في جزيره واحده، عايشين بسلام مع بعض من زمان؟ المفروض تخاف، لان من هنا ورايح محدش هيقرب من الشجره دي.
أنا طردت كل الطيور والحشرات وكل الكائنات من هنا، ولو حد قرب منها هوريه الويل وسواد الليل. احنا عايزين ناخد ورق من الشجر علشان احنا محتاجينه. بس أنا حارس الشجرة دي ومحدش هيقرب منها ولا هيجي جنبها. أنا مش محتاج حد. وعلى فكرة بقى، أنا بتكلم جد. هتعمل ايه لما يجي فصل الخريف؟ وماله الخريف؟ ده شهر لطيف ومش مخيف. انت مش متخيل اللي هيحصل. ورق الشجر هيقع وهيملى المكان حوالين الشجرة، وانت مش هتلاقي مكان تعرف تعيش فيه. عارف ليه؟ لأن الورق سميك وتقيل، فمش هتعرف تشيله لوحدك. هتحاول تنادي على حد علشان يساعدك من الطيور والحشرات اللي كانوا بيستخدموا ورق الشجر في حياتهم، ومش هتلاقي حد يقف جنبك خالص، والورق هيملى المكان ومش هتعرف تعيش. أنا عمري ما فكرت في الموضوع ده. يمكن تحس ان انت مش محتاج حد فعلا، بس في النهاية كلنا بنكمل بعض وبنساعد بعض علشان نعيش وننبسط. طب وانت مين بيكملك؟ أحيانا بحس إنك مش محتاج حد. بالعكس، عمري ما كنت هعرف اوصل للغابة بالسرعة دي. سعدون بيساعدني في مشاويري وانا بساعده في حاجات كتيرة. زي إيه؟ صحيح. هو احنا جينا هنا ليه يا أفلاطيوس؟ احنا جينا هنا علشان سبب مهم طبعا. أيوة، اللي هو إيه؟ استنى هفتكر. طب ما تيجي نرجع البيت وافتكر براحتك هناك، علشان الشمس بتغيب وأنا بخاف من الضلمة. طيب، بس قبل ما امشي لازم اعمل حاجة مهمة. اللي هي إيه؟ لازم اخد ورق من الشجرة اكتب عليه الحاجات المهمة علشان ذاكرتي بدأت تضعف. مسكين، معلش، أنا هساعدك تفتكر كل حاجة. شكرا يا سعدون، انا فعلا ما اقدرش اعيش من غيرك. العفو. انت قلت لي اسمك ايه؟ أنا عايزة أقعد لوحدي، من فضلك سيبني، أنا مش محتاجة لحد. حاضر. خلاص امشي، مش عايزاك في حياتي تاني. حاضر. أنت إيه؟ أنت موافق على أي حاجة كده؟ خلي عندك شخصية، قول أي حاجة غير حاضر. اوكي. أوف. ازيكم يا صحابي؟ النهارده احنا هنتعلم الشيبس. تراينجل، مثلث، تراينجل، مثلث، ريكتانجل، مستطيل، ريكتانجل، مستطيل، سكوير، مربع، سكوير، مربع. دلوقتي احنا هنتعلم النمبرز. احنا كده عندنا 1 1 2 1 2 3 3 1 2 3 4 دلوقتي هنعملهم عربي. 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 4 4. ودلوقتي هنبتدي نجمعهم في بعض. 1 نحطه على 2 هيبقى 3، و3 نحطهم على 3 هيبقى 6، و6 نحط عليه 4 هيبقى 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وانتوا ممكن تعملوا اللعبة دي مع ماما وبابا او اي حد في البيت. ممكن تجيبوا حيوانات صغيرة او لعب صغيرة ممكن تستخدموها تعملوا ارقام بيها. باي. قربوا جربوا اجمعوا واسمعوا، هنحكي نقول كان يا مكان، أحلى حكاية عن جزيرة موجودة في أبعد مكان.
نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى. مصر توبيا أحلى حاجة في جزيرتنا، حبيبي خليها بيتنا. نقبل بعض وإيد في إيد، مصر توبيا الكل سعيد. فيها بنكبر وبنتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى. مصر توبيا. أنا إزاي مش شايفة كل اللي عملته واللي أقدر أعمله؟ أنا أسد تتمناه أي بنت. انت لسه برضو مش شايف المشكلة يا حبيبي ان الاسود راحت عليهم، ما بقوش ملوك زي زمان. يعني إيه؟ الاسود اقوياء ايوه، وكانوا ملوك الغابة زمان، لكن دلوقتي لا، البقاء للأذكى، وانت ذكائك ما جيش ربع قوتك. طب ممكن أعرف مين هياخد مكاني في حياتك؟ حبيبتي أنا جيت. فوكسي، انت جيت بدري كده ازاي؟ أقنعت الحصان إن برسيم البركة بيدي رجليه سرعة جبارة، وخليته يجرب وأنا راكب على ظهره لحد ما وصلني لهنا، وعملت لك بوكيه ورد هدية. اتفضلي. فوكسي. سلام يا صاحبي، أنا ملك الغابة القادم. هبقى أشوف لك شغلانة عندي. يا سلام. ما تخافش. فوكسي، طب هتشغلي إيه؟ مش قادر أتخيل التاريخ هيكتب عني إيه. أنا كينج اللي دمر سمعة الأسود. أنا كينج اللي ما قدرتش أحافظ على العرش. أنا كينج اللي عايز ينام. مسكين. أنا عايز أعرف، هو لازم يكون في ملك أو حاكم في الغابة؟ من زمان وكينج لقبه ملك الغابة، لكن في جزيرة زي جزيرتنا دي مفيش حاكم واحد، كلنا أصحاب الجزيرة وكلنا بنشارك في الحكم. طيب يبقى إيه المشكلة بقى؟ المشكلة إن في حد بيحاول يسيطر على الغابة ويبقى الحاكم بتاعها لوحده، وده اللي مش ممكن نسمح بيه أبداً. بس أنا أذكى حيوان في الغابة، ومن حقي إني أبقى الحاكم. قل لي مين أذكى مني؟ بس الذكاء لوحده مش كفاية علشان تكوني الملك. أمال إيه؟ الجمال؟ بص على لوني وشكلي وقول لي مين أجمل مني. احنا سمعنا إشاعة إن ملك الغابة بيتغير، وشايفين إن الغزال لازم يكون الملك لأنه أجمل كائن في الجزيرة. استني عندك يا لولو، قولولي مين أسرع من النمر، مين نطته أعلى مني، مين نظره أقوى يلقط الفريسة من على بعد أميال. ها؟ طب ما شغلك معايا، أنا ملك وإنت وزير. سوري يا فوكسي، يبقى الملك بلاش، أنا ذكي وسريع وقوي. بس ده مش عدل، الغزال جميل والنمر سريع، بس احنا الثعالب عددنا أكبر من النمور. قل لي مين أكتر مننا؟ يا سكان الجزيرة، من حيث العدد النمل أكتر، ومن حيث الجمال الغزال أجمل، والنمر أسرع، والزرافة أطول، والثعلب أذكى. مفيش ميزة في واحد مننا تخليه يملك على الباقيين. وبعدين الملك أو الحاكم مش وظيفته إنه يسيطر على الباقيين، لكن يكون في خدمتهم. إيه؟ الملك يخدم كل الكائنات؟ لا شكرا، أنا مش عايز أبقى ملك. أمال أنت كنت فاكر إيه؟ الملك وظيفته إنه يحكم بين الباقيين بالمشورة، وحكمه ما يكونش في صالحه على قد ما يكون في صالح الباقيين. فعلا. أنا كنت زعلان إني ما بقتش ملك الغابة. كنت فاكر إن باقي الأسود هتزعل مني، لكن مش مهم أبقى ملك طالما كلنا هنستفيد. حبيبي، من النهاردة أنت ملك حياتي. طالما الملك مش هيتحكم فيا. فوكسي.
أصحابي، النهاردة هنتعلم الكونتيننتس، القارات حوالين الأرث بتاعنا، الكرة الأرضية. أول واحدة هي آسيا اللي هي دي آسيا. تاني واحدة نورث أمريكا، أمريكا الشمالية. تالت واحدة ساوث أمريكا، أمريكا الجنوبية. وأربع واحدة أنتاركتيكا اللي تحت خالص دي، اللي هي القطب الجنوبي. استراليا اللي هي أستراليا. وفي عندنا أوروبا وأفريقيا، نورث أمريكا، ساوث أمريكا، يوروب، أفريقيا، آسيا، أستراليا، أنتاركتيكا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، آسيا، أستراليا، أوروبا، القطبية الجنوبية. وكده دي كل الكونتيننتس أو القارات اللي حوالين الأرث والكرة الأرضية. باي. قربوا جربوا اجمعوا واسمعوا، هنحكي نقول كان يا مكان. أحلى حكاية عن جزيرة موجودة في أبعد مكان، فيها بنكبر ونتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا، فيها من الكائنات كتير، فيها برضو بحر كبير، فيها ثعلب وغزالة، فيها أفيال وكمان حمار، فيها بنكبر وبنتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا، أحلى حاجة في جزيرتنا، حبيبي خليها بيتنا، نقبل بعض وإيد في إيد، مصر توبيا الكل سعيد، فيها بنكبر وبنتعلم، نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا. أفلاطيوس، للأسف المية غرقت المكان والجزيرة أصبحت في خبر كان. ايه؟ وما عرفتش ايه السبب؟ المية زادت وجت في شكل شلال، فاض في البحيرة وملاها في الحال. يعني ايه؟ يعني المية بتعلى وممكن تغطينا احنا كمان هنا؟ نعمل ايه؟ أقول لكم نعمل ايه؟ لازم نبني سد كبير وضخم يشارك فيه كل حد. يظهر اننا فعلا ما قدامناش غير كده. ساعدون يا اهل الجزيرة، احنا في مشكلة كبيرة زي ما انتوا شايفين، والحل اننا لازم نشارك كلنا ونبني سد. وده هنبنيه بايه؟ بكل حاجة في ايدينا، صخور، شجر، اي حاجة، كل حاجة نلاقيها. لا يا أفلاطيوس، الجزء اللي فاضل في الجزيرة مش فاضل فيه غير شوية صخور قليلين، والصخور دي هي بيتنا الأخير. لو عملنا بيها سد مش هنلاقي مكان نعيش فيه. واحنا مش هنستغنى عن الشجر اللي باقي، مش فاضل اصلا غير كام شجرة. لو قطعناهم وعملنا بيهم سد هنعيش فين؟ مظبوط. وبصفتي ممثل الطيور، فالطيور بتعيش في الشجر، لو قطعتوه مش هيعرفوا يعيشوا. أنا شايف إن التعالم لازم تسيبنا ناخد الحجارة عشان نبني السد والنبية في أي حتة. يا سلام، وش معنى احنا يعني؟ ما تخلي الحصانة ولا القرود والطيور هم اللي يسيبوا بيوتهم. احنا مش هنسيب حد ياخد الشجر، واحنا مش هنسيب حد ياخد الحجارة، واحنا مش هنقف ساكتين نتفرج على الجزيرة وهي بتغرق ونغرق معاها. يا سكان الجزيرة، نعم لازم كلنا نضحي. نضحي؟ لا أنا مش بضحي. ايوه يا جماعة،
لازم كلنا نضحي. كل مجموعة لازم تتنازل عن جزء من حقوقها وراحتها علشان نعدي مع بعض الأزمة دي. لازم كلنا نضحي علشان دي جزيرتنا كلنا. بس اللي انت بتقوله ده صعب يا أفلاطيوس. ينفع طيب ياخدوا ورق الشجر بس ويسيبوا لنا الأغصان؟ ما هي علشان كده اسمها تضحية. لازم تضحي بحاجة غالية عليكي، حاجة مهمة مش أي كلام. طب والأكل والشرب والبيات هننام فين؟ هنستحمل بعض وهنستحمل الظروف. هنقسم الأكل بينا لحد ما الأرض تنشف وترجع لنا بيوتنا تاني. ها يا جماعة، مين اللي هيبتدي؟ في أمل يا جماعة. شايفين النبتة الصغيرة دي؟ النبتة دي بكرة هتكبر وتبقى شجرة كبيرة، وهنسمي الشجرة دي شجرة السد. هتفكرنا كلنا إن لما ضحينا وبنينا السد أنقذنا نفسنا وأنقذنا الجزيرة، وكل ما نشوفها نفتكر كلنا أهمية التضحية. فكرة كويسة فعلا. ايه ده؟ انا بلبس سمول مش ميديوم. انت عايز تقولي ان انا تخينه؟ بس كده اهو كده بقى سمول. ازيكم يا صحابي؟ النهارده احنا هنفتح لعبة جديدة، صلصال. احنا النهارده هنبقى بنلعب بلعبة صلصال جديدة، فيلا نبتدي. هنا دي كل الحاجات اللي جوه، واحنا عندنا 5 ألوان: ازرق بلو، ازرق بلو، احمر ريد، احمر ريد، اخضر جرين، اخضر جرين، يلو اصفر، يلو اصفر، ابيض وايت، ابيض وايت. فدي كل الالوان اللي عندنا النهارده. فدلوقتي هنبتدي نشوف ايه الالعاب اللي جوه. دلوقتي عشان نعرف ازاي نحطها في بعض احنا لازم نقرا الكتالوج. فاول حاجة في الكتالوج بيقول نركب الحتة دي ودي في بعض. والتاني حاجة بتقول ان احنا لازم نجيب دي ونركبها. لو محتاجين مساعدة انتوا ممكن تسألوا ماما وبابا للمساعدة، وانا دلوقتي محتاجة مساعدة من بابا عشان انا مش عارفة اركب الحتة دي. بابا، فاحنا كده خلصنا نعمل بيلدينج لدي، يعني خلصنا نحط كل حاجة في بعض. فدلوقتي احنا هنحط دي هي ده هنا، وانا عايزة افتح اللون الاصفر، فانا اللي هو اليلو. فدلوقتي انا في 2 اوبشن، فانا اخترت اللي لونها ازرق بلو، ازرق بلو. فاحنا لازم نفتح الحتة دي، لازم تبقى كده. بعد كده انا هاخد الاصفر ده واخليه يعني
مش جامد، هو حلو قوي. وانا حطيت طبق هنا عشان انزل الاكل على الطبق. So now I put this whole thing together and then I put a plate under here so the food can go down into the plate. And I got out the yellow Play-Doh and I'm gonna make it flat. فدلوقتي احنا هنحط ده جوه كده ولازم يبقى بيلمس. هنعمل كده عشان كله ينزل. فدلوقتي هو كله نزل وطلع كده. هنعمل بده، ده بيفتح نحط الصلصال جوه ويقفل، بعد كده نفتحه تاني. فدلوقتي انا لازم ارجع الصلصال اللي عملنا بيه المكرونه بده جوه العلبه بتاعته، عشان انا كل ما بفتح لون انا بقفله تاني عشان اللون ده ما يجيش على اللون ده واللون ده ما يجيش على اللون ده. كده انا هفتح الازرق ازرق blue. Now I'm gonna open the blue color. واهو اللون الازرق. فاحنا هناخد شوية صغيرين ونعمل كده ونحطه جوه. انا حطيت الصلصال جوه وانا هقفله وهدوس جامد، ولما طلعته بقى كده. دلوقتي احنا هنعمل طبق فيه اكل عشان يبقى جاهز في الاخر ان انا اكله. يلا نبتدي. فانا دلوقتي هعمل شوية مكرونة باللون الاصفر. فانا حطيت الشكل اللي انا كنت عايزاه جوه، وانا دلوقتي بفتح اللون الاصفر. انا طلعت اللون الاصفر وهحطه جوه. هبتدي الف. نسيت الطبق، لازم احط الطبق تحت يروح جوه الطبق. انا هبتدي الف. والمكرونة ابتدت تنزل. دي المكرونة بتاعتي. ودلوقتي انا هعمل جزر. انا هحتاج حتة صغيرة قوي من ده. وحتة صغيرة من ده. وانا هحطها على جنب كده عشان يتشكل. نحطها في الطبق هنا. انا هقشر شوية طماطم. انا مش عجباني الطماطم، انا هلمها. وكده عندنا فيونكة شكل تاني.
دلوقتي احنا هنعمل عيش. دلوقتي احنا عملنا عيش، باستا، جزر، بيضة ومكرونة تانية. بالهنا والشفا. باي. انا هبتدي اكل. قربوا جربوا اجمعوا واسمعوا، هنحكي نقول كان يا مكان احلى حكاية عن جزيرة موجودة في ابعد مكان، فيها بنكبر ونتعلم نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا، فيها من الكائنات كتير، فيها برضو بحر كبير، فيها ثعلب وغزالة، فيها أفيال وكمان حمار، فيها بنكبر وبنتعلم نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا، أحلى حاجة في جزيرتنا، حبيبي خليها بيتنا، نقبل بعض وإيد في إيد، مصر توبيا الكل سعيد، فيها بنكبر وبنتعلم نسمع قبل ما نتكلم. يلا تعالى عيش معانا، يلا تعالى مصر توبيا. فيلو حبيبي، انت احسن واحد بيعمل عصير في الجزيرة كلها. أنا مفيش حاجة معرفهاش. ايه ده؟ مين غماه؟ ايه البتاع ده؟ غريب قوي. تفتكر ده ايه؟ انت مش بتعرف كل حاجة؟ ايوه فعلا انا بفهم في كل حاجة. البتاع ده يطلع ايه البتاع ده؟ شجرة سنديان مقطوعة من 3 أيام. شاطر شاطر شاطر. ظهرت تيوليب بيضة من المزرعة الشمالية في الجزيرة، مقطوفة النهاردة الصبح. ثانية واحدة ووقعت على الأرض وانتوا جايبينها. شاطر شاطر شاطر. ايه ده؟ هو ايه اللي جرالك؟ انا بريئة، ما عملتش حاجة. انت اللي مسكت الطوبة دي بايدك وخدرت هاو عشان تلعبي في نتائج المسابقة. تأمر صريح وكلنا شاهدين. لا لا ابدا، ما حصلش. انا اصلا ما اعرفش البتاع ده جه منين. أنا اللي جبت الجسم ده. الحقيقة هو وقع عليا وأنا عندي البحيرة وخضني وشكيت فيه، بس أنا كنت عايز أعرف إيه هو علشان أوصل للي حدفه عليا. وليه حطيته هنا؟ مش كان أحسن تقول لنا بدل ما تأذي هاو؟ ما كنتش أعرف إنه مؤذي، ثم أنا شميته وما حصلش أي حاجة، وبعدين يعني هو هيطلع إيه؟ تلاقيه حجر من البركان. ده مش حجر من البركان، طالما وقع من السماء عند البركة يبقى عمالقة الفضاء رموه علينا عشان مش راضيين عن استخدامنا السيء للمية، والبحيرة هتجف لو ما بطلناش نلوث المية. الحجر ده بيلمع، فيه من مكوناته ذهب. دي هدية من الفضاء لينا علشان الجزيرة دي عليها أجمل كائنات اللي هي إحنا طبعا. أنا شايف إنكم كلكم تسكتوا وبطلوا فتي. هو بيفوق أهو وهيقول لنا إيه البتاع ده. هو قول لي يا هو، أنت كويس؟ لا مش كويس. ليه يا هو؟ ليه؟
الجسم الغريب ده حتة من سفينة كانت معدية من قدام الجزيرة وغرقت، وفي ريحة حيوانات كتير في الجسم ده. شكلهم كده محتاجين مساعدة. برافو عليك يا هو. يلا لازم نساعدهم. باسم كل الحيوانات اللي انت انقذتها يا هاو، بنشكرك يا ابني. انت شاطر جدا وعندك خبرة في اللي بتعمله، وبتقول معلومات دقيقة ساعدت في إنقاذنا. لو كنا سمعنا كلام أي حيوان تاني كان ممكن تضيعوا وما نلحقش ننقذكم أبدا. مهم جدا إننا ما نتكلمش في اللي ما بنفهمش فيه، لأن ده ممكن يأذينا ويأذي غيرنا. شوف، أنا عايزك تتعلم مني حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ لازم يكون عندك شخصية. شخصية؟ أيوة. مش أي حاجة قردتك تقولها لك تسمع كلامها. حاضر. النهارده هنتعلم لعبة أنا والبابا بتاعتي عملناه. فأنتوا هتحتاجوا للعبة دي جردل اللي هو جار بالإنجليزي، وبلوكس عليها صور. انتوا بتلعبوا اللعبة فبتحطوا البلوكس جوه الجار وتعملوها شيكينج. بعد كده تحطوا ايديكوا جوه وتقفلوا عينيكوا وتطلعوا واحدة وتلفوها كده وهي جت على ميوزك. فبتقولوا once upon a time كان في واحد بيحب يلعب ميوزك. بعد كده تاني كده نلفها طلعت ريفر اللي هو نهر. فكان في واحد بيحب يلعب ميوزك جنب النهر. بعد كده هعمل تاني وجت مان، والبيرسون ده كان مان، والمان ده he loved the music and he loved the river برضه. وبرضه بيلعب ميوزك عشان المون. يوم من الأيام المان ده راح للريفر عشان يعمل شوية ميوزك. طلع لي الهاوس. فبعد كده هو لما شاف ان it was so late at the river راح للهاوس بتاعه عشان يشوف الكيدز والوايف بتاعته عشان يلعب لهم شوية ميوزك. طلع لي كوكتي اللي هو بربران بالعربي.
وهو ماشي للبيت بتاعه طلع البغبغان بيقوله يلا الريفر بقى كويس. بس المان قال لا، انا لازم اروح البيت بتاعي عشان it's very late. وايه اللي بيحصل ده يا فرح؟ ابتدت تمطر عند الريفر. بعد كده بقت شوية شوية شوية. طلع لي تري. فالمان وهو راح للتري عشان يجيب شوية أبلز. وابتدت تمطر تاني. وعمل شوية ميوزك تاني للتري. المون عمل ميوزك للمون عشان it was night time and he was وهو ما كانش لسه عند البيت بتاعه. فهو قال أنا دلوقتي لازم أروح البيت عشان هي already بقت بالليل وأنا لسه ما أكلتش الأكل بتاعي وأنا كمان لازم أنام. فهو افتكر الكيدز بتاعته قالوا له والوايف بتاعته قالت له ان النهارده احنا مش هننام في البيت، احنا هنعمل معسكر. فهو راح قال انا كنت لازم اروح البيت عشان اجيب الحاجات بتاعت المعسكر. هو رايح هو لقى سنيك. فهو عارف يعني ايه سنيك؟ يعني تعبان. وهو عارف ان يعني لما كل شوية لما يشوف تعبان لازم ما يعملش صوت ويخلي التعبان يروح الأول قبل لما هو يعني يعدي عشان التعبان ما يعورهوش. بعدين الكاكاتو جه تاني. الدغبغان جه وقال يا الوايف بتاعتك قالت لي ان الكامب اتأجل، المعسكر اتأجل. جالي الكانجرو وهو رايح للبيت. هو شاف كانجرو وراح للبيت والدينر هما أكلوا chicken وباستا and that's the end of the story. ثانية واحدة، يعني اللعبة انت عارفة القصة دي ولا انت ألفتيها؟ أنا ألفتها منين؟ من البرين بتاعتي. واو. وممكن بدل اللعبة دي ممكن نحط صور، ممكن نحط أي حاجة مكتوبة، المهم إحنا نحط الصور أو اللعب بتاعتنا ونقدر نألف أي ستوري. يلا قولي لنا بقى قولي لنا نعمل كده إزاي؟ حط اللعب، حط الصور، وممكن تألفوا منها أي ستوري أنتوا عايزينها. يعني أي ستوري. وأنا مرة ألفت ستوري عن لاينز من غير أي لعب ولا من غير أي حاجة عشان I just use my brain عشان إحنا بنعرف نعمل حاجات كتيرة قوي بالبرين بتاعنا. Our brain is one of the most coolest parts of our body. المخ بتاعنا هو واحد من الحتت اللي في جسمنا اللي بتعرف تعمل حاجات كويسة قوي. الواتشنج او التلفزيون بيكبر البرين؟ نو ايه؟ قوليلي. مش عايزة تقولي الاعتراف؟ قولي. ايه الاعتراف؟
الاعتراف يعني الجملة دي الواتشنج بيكبر البرين؟ لا، الواتشنج مش بيكبر البرين، بس ساعات انتوا ممكن تعملوا واتشنج. ده مش معناه ان مش allowed تعملوا واتشنج. انتوا ممكن تعملوا واتشنج بس مش كتير قوي في اليوم، يعني شوية صغيرين قوي عشان البرين بتاعكم يفضل شغال. باي. مرة كان في حد بحبه في خطر وكان لازم أنقذه. تعال أحكي لكم اللي حصل معايا. The day I became strong, I climbed up the cherry tree. The day I became strong, I kept on climbing and I felt free. It was just meant to be. When I saw the strength in me. في يوم من الأيام بابا وماما خرجوا عشان يشتروا طلبات البيت، وزي كل يوم خرجت أسلم على الحيوانات اللي احنا بنربيهم في المزرعة. بحب أسلم عليهم واحد واحد وأقول لهم صباح الخير. حاجة جميلة قوي إن ابتدي اليوم بالشكل ده. واخر واحد بسلم عليه هو بيبو. احب اعرفه على الارنب بتاعي، اكتر واحد بحبه. دايما بحب اخده معايا على العجلة. بنلعب سوا وبأكله كمان. وبعد ما بنخلص برجعه مكانه تاني. وبعد ما بطمن عليهم كلهم برجع تاني على البيت. اليوم ده لما رجعت البيت وانا بفطر لقيت فيه رسالة مكتوبة ليا على ازازة اللبن. كان بابا بيقولي انه هيعمل لي اكل مفاجأة. اتبسطت ساعتها جدا عشان ده معناه اني ممكن اساعده كمان في المطبخ. بعد ما خلصت فطاري رحت اغسل الكوباية بتاعتي، وانا بغسلها لقيت كتاب وصفات الاكل مفتوح. فكرت اشوف ايه الاكله اللي بابا هيطبخها لنا النهارده. من بعيد شفت رسمه تشبه بيبو صاحبي، ولما قربت اكتر قريت المكتوب. وصفه ارنب بالصوص. لا لا لا، إلا بيبو. أعمل إيه؟ أيوة، أنا لازم أنقذ الأرنب بتاعي. خدت بيبو وجريت، خدته على العجلة وفضلت أجري كتير قوي بعيد. قلت أبعد أكتر وأنا مش عارفة أنا هوديه فين. مش هعرف أخبيه وقت كتير، بس لقيت فيه مكان فيه زرع كتير وعالي جدا.
قلت ان ده احسن مكان يستخبى فيه بيبو، وابتديت احط له جزر في الطريق عشان يمشي وراه. مكنتش عارفه ان هقدر اشوفه تاني ولا لا. بس دي احسن حاجه اعملها علشانه، واخدت القرار اني انقذه. أنا عارفة إن بيبو بيحب المغامرات، وده اللي كان بيشجعني أسيبه، وسيبته فعلا وقلت له باي باي. ولما رحت البيت لقيت بابا وماما لسه مرجعوش. رحت قررت إني هطبخ وصفة تانية للغدا النهاردة، وقررت إني هطبخ أنا وبابا شوربة خضار. Cuando vi mi fuerza fue que mi sueño se hizo real. Cuando vi mi fuerza andar, mi meta se hizo claridad. Cuando vi mi fuerza fue que soñar se hizo verdad.